الترجي سيف يضغط منذ البدايه. هذه المحاوله كره وسنتراج في القمه الثانيه. شكون موجود؟ فاروق بالراس، الحارس ياخذ الكره. اول المحاولات واول العمليات، واضح جدا الترجي يهدد منذ البدايه. اكيد مراد يلعب الكره لليسار، كره من بن حميده وموجود فاروق. اوه يا فاروق، كرة كانت قريبة جدا. هذه الفرصة الأولى الواضحة الجدية للترجي عن طريق فاروق الميموني، تلعبت كما يلزم الكرة، ثم فاروق الموجود خالي من كل رقابة، صوب قريب برشا لمرمى الحارس السيابي. كرة لرشيد العرفي، 1-2، ممتاز العملية، الوانتو ايدو في تسويت. اوه كان قريب جدا ايدو كينغسلي في هذه العملية. سيف الله، هذا هي مراد كما قلنا شونجمون دريتم صار تو ما بين عرفاوي ويدول يندو الاولى اثنين وبعد روحوا قدام الكاج. ركنية من جديد لفريقنا، يلعبها رشيد العرفاوي بالراس، دفاع وخطيرة جدا يا بدران. كان قريب جدا مرة أخرى من شباك حارس السيابي، كانت لقب تو ارتباك من دفاع نادي بنزرتي والكرة لبرا. فرص هذه ترجع الكرة من جديد، محمد أمين بن حميدة، سونتراج في القام الثاني، يطلع الدفاع ثم الديزيام بال. التصويب كما جات، تصويبه كيما جات من زياد المشموم، لا تغني ولا تسمع. هذه كرة للترجي، تصويبه والحارس، كرة على القائم، والكرة على القائم، كرة أولى خطيرة للحمراء والصفراء فريق للوصول لشباك السيابي. كرة للترجي، حاول يرفع الكرة بالحارس، ملا فرصة ضاعت، يخطوا جمل الترجي. ثم شوف اللي عن العملية لم يحسن التعامل مع محمد علي بن حمودة. الكرة 1-2 بين العملية، رائد الفدع مع الخليل سيسي، رائد الفدع على السنتراج وبالراس. اي خذاها بطريقة فنية، خذاها بطريقة فنية مش بالراس. رشيد العرفاوي قريب برشا من شباك السيابي. سيف الله في الشوط الثاني، الكرة لليسار، الكرة بن حميدة ينطلق، بن حميدة يحاول يوزع كرة بالراس، جول والهدف الأول هنا في رادس. بن حمودة يفتتح باب التسجيل مرة أخرى. الكرة قلت يكبر ويضغط على الدفاع السيابي في الشوط الثاني، ملا سنتراج، ملا كرة، ملا توزيعة، موجود بالراس، يعني في حل من الرقابة بن حمودة في الشباك. في بداية الهجوم قلنا هذه الهجومات اللي نحبوها. إيوالا مرة أخرى يلعب الكرة في 18 متر، راشد العرفاوي والتوزيعة وتصويبه والثاني، جول ثاني. ومرة أخرى محمد علي بن حمودة يضرب بالقوي. بن حمودة صوته عالي، يبرهن على سعة إمكانياته. ملا زهر عندك يا بن حمودة. بن حمودة فوالا، هذا بيتر معناها رأس حربة عصري. هذاك هو لازم يكون ديما في البوكس، لازم يكون ديما في ال 10 متر ولا في ال 20 متر الاخرين يكون حاسم. زوز كما قلنا، هذا هدف ثاني ممتاز جدا. شوف هذه المرة عن طريق اللعب سليم الجندوبي من الجهة اليسار، التوزيع فاروق بن مصفى حاضر في المكان المناسب، ياخذ الكرة من غير مشاكل. فاروق يعرف مليح السيابي، بدا من النادي البنزرتي طبعا. كرة تمركز السليم مهم جدا، هذه الكرة والفتحة في مناطق الجزاء، ويدخل ممتاز جدا في المكان والتايمينج المناسب. كوليبالي حتى الكرة ضربت الركنية للنادي البنزرتي. اي ولا ينطلق، ممتاز فتح الكرة للترجي، رشيد تصويبه وجول الثالث، والثالث الثري بونت يتأكدوا 3-0. هذا الثالث يأتي عن طريق رشيد العرفاوي، الاوتوغراف، التوقيع، البصمة، اللمسة والتحرك والفنيات والفرديات يأتي بها إيوالا. البديل السوبر كيف مع بن حمودة، حتى الكرة على طبق من ذهب، والبقية النجاعة من غير تفلسيف. رشيد العرفاوي يضرب الكرة في شباك السيابي، والثلاثية الانتصار. تتغير الأحوال من حال الحال اكثر راحه وتنفسوا اكثر. شوف العمليه الفنيه، ممتازه العمليه من برمضان واللمسه، ممتازه العمليه، زيد بالريمه ويتدخل مع الدفاع. هذه كره الرابعه، رائد الفدع يدخل دزويت وسنتراج بالراس، والرابع جول. سكوادرا اسبيرانزا تضرب الأربعة في رادس، 4 أهداف مقابل 0. ملا توزيعة، ملا اوفر وملا فتحة. رائد الفادع كنت تحكي عليه تو، قلت لك مجهود كبير قاعد يقوم فيه في الايامات الاخرى، في الاهداف، في الماتشات الاخرى. اليوم اكد اللي كونه رائد الفادع راهو عنصر اساسي، لازم يكون اساسي في المقابلات الكل.